طب امتى اقدر اقول ان الانسان ده عنده اختلال في ضربات القلب؟ اختلال ضربات القلب ممكن يبقى حاجة من ثلاثة. أولا هو الإحساس بالضربات نفسها، يعني طول ما الإنسان ضرباته طبيعية كده 60 ل 90 وهو قاعد يبتدي يقوم يتحرك يعمل مجهود، مش المفروض يحس بضربات خالص. يبتدي امتى يحس بضربات؟ لما الضربات تزيد، يحس ان قلبه بيجري وهو قاعد في مكانه، او يحس ان ضرباته بطيئه، يقول لك قلبي ضعيف، بطيئه جدا، اقل من 40 30، يجي يعمل مجهود برضه ضرباته ما بتزيدش، او يجي له ضربه زي ما حضرتك تفضلت وقلت اكنه نازل في الاسانسير كده، يقول لي انا عندي ضربه زياده، ضربات متفرقه، تبقى بؤره زياده ولا سحبه يا دكتور؟ اصل سحبة. الاسانسير بنحس كده بالظبط بحاجه. كنت حضرتك بالسحبة. لسه بتكلمني بتقول لي العيان بيجي بيقول لحضرتك بيحس فعلا بسحبه كده اكنه نازل في الاسانسير. السحبه دي بتبقى ضربه جايه ابدر من ميعادها، وبعدين القلب يسكت فتره عشان يعمل ريستارت، المنبض يعمل له ريستارت تاني ويمشي بالريتم اللي المخ ما يحسسش الانسان بيه خالص.